غادي نوحدوا الصراع في انتظار اتحاد الاخوان من اجل انطلاقه السلام عليكم. معكم رشيد العماري رئيس جمعية الرقي بزنقة فرنسا. اليوم كنحتفلوا بعيد المسيرة الخضراء. اليوم كاين عيد المسيرة كنحتفلوا به. كنشكروا عام الإقليم على تتبعه للورش والسلطات المحلية والرئيس المجلس البلدي والناس التقنيين ديال الجماعة والشركة. راه كنشكروهم على هذا المشروع اللي تحط لنا هنا انه نموذج ديال مدينه جديده. راه يكون نموذج بالنسبه للازقه والشوارع. هذا هو النموذج ديال مدينه جديده. الحمد لله الساكنه راه فرحانه بهذا المشروع. راه الشارع راه تبارك الله راه على ما يرام. راه الامور كلشي مزيان. وكنشكروا الحوار بريس على هذا التتبع ديالها. الشارع فرنسا من الناس الاولين اللي كيتبعوا هذا حتى نتحدى هذا المرض. حتى نتحدى هذا المرض. بالمناسبة كنشكروا هذا المنبر، منبر الحوار بريس، لاستضافة هذا الحفل اللي كان حفل بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، اللي الحمد لله جميع المغاربة كيفتخروا بمملكتنا وبملكنا. وثانيا عيد آخر اللي هو افتتاح ديال شارع فرنسا. الإصلاح ديالو الحمد لله تم على أحسن ما يرام، حيث أصبح شارع نموذجي بمعنى الكلمة. وكنقدموا الشكر لكل المسؤولين اللي شرفوا على إصلاح شارع فرنسا، خاصة السيد ممثل صاحب الجلالة محمد أمين القروج، وكذلك السيد جمال بربيعة، وجميع الفعاليات اللي وقفوا وواكبوا معنا الإصلاح ديال شارع فرنسا. وأخص بالذكر جمعية الرقي في اسم رئيسها رشيد العماري، وكذلك جمعية الاتحاد الخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اسم رئيستها الأخت نعيمة كاظمي. بالمناسبة كنشكروا منبركم، وكنقول جميع المغاربة كيوحدنا شعار واحد اللي هو الله، الوطن، الملك. وتحية عالية لجميع الإخوان وجميع السلطات المحلية اللي دائما كتسهر على كل قريب أو بعيد، اللي دائما في جانب المواطنين. وتحياتي لكم والسلام عليكم. روحي لجسدي أتتك لبدا في دمي وفي دمي وكسر الولاء. هيا للعز نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله، الوطن،
الرحيم. في هذا اليوم المبارك السعيد نحتفل بذكرى المسيرة الخضراء، مجددين حبنا وولائنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة نصره الله وأيده. أتينا في هذا اليوم نحتفل فيه فقط بذكرى المسيرة الخضراء، فقط بذكرى المسيرة الخضراء. هذه الذكرى العزيزة عنا في أنفسنا، هذه المعلمة التاريخية التي كانت من إعجاز ملكنا الهمام رحمه الله، ونطلب له الرحمة ثم الرحمة. هذا الملك الهمام الذي أنجز هذه المعلمة التاريخية، هذه المعلمة التي أبهرت العالم بأسره، هذه المعلمة التاريخية السلمية كان شعار المغاربة فيها سلاحهم الوحيد هو القرآن، ونحن نزلنا نسير على هذا النهج. فالمغاربة جميعهم أناس مسالمين، نحن مسالمين، نحن جد مسالمين، ونحن لازلنا نمشي على الطريق الذي رسمه لنا المرحوم الحسن الثاني، ونحن الآن وراء السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. فأرواحنا فداه وأبناؤنا فداه، ونحن مغاربة ومفتخرين بملكنا وبعرشه، وكذلك مفتخرين بالمغاربة جميعا، ونحن نجدد في كل وقت وفي كل حين ولاءنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله.